السلام عليكم شبابنا، طيب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو عن صرف رواتب الموظفين لهذا اليوم بتاريخ 26/7/2023. فاللي اتمناه من عندكم متابعة الفيديو للنهاية، ولا تنسى تضغط لايك للفيديو والاشتراك بالقناة على مود توصلك جديد الفيديوهات. واذا حاب تتابع قناتنا على التليجرام باسم ميسات، دائما ما تكون الاخبار بها اول باول، اللي راح يكون رابطها مثبت باول تعليق. حيث تم صرف رواتب ديوان محافظة الأنبار، وزارة الداخلية، قيادة شرطة الأنبار، ديوان محافظة بابل، مديرية تربية بغداد الرصافة الأولى، وزارة الداخلية، قيادة شرطة كركوك، مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية، وزارة الكهرباء، شركة توزيع كهرباء الشمال، رواتب وزارة الكهرباء، شركة توزيع الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، وزارة الكهرباء، شركة إنتاج المنطقة الوسطى للطاقة الكهربائية، هيئة التصنيع الحربي للصناعات الحربية، مديرية تربية واسط، مديرية تربية صلاح الدين، دائرة صحة النجف مركز الدائرة، وزارة الشباب والرياضة، مدير الشباب ورياضة الأنبار، رواتب دائرة صحة ديالى، رواتب وزارة الكهرباء، كهرباء ميسان التوزيع، وزارة الداخلية، شرطة ميسان، قيادة شرطة واسط، وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية كركوك، موظفي وزارة التربية، مديرية تربية كربلاء المقدسة، موظفي وزارة التربية، مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة، مصرف الرشيد والرافدين، منتسبي وزارة الداخلية، قيادة شرطة نينا ومصرف الرشيد، وزارة الداخلية، قيادة شرطة بغداد، بطاقات التي بي آي والمصرف الأهلي العراقي، وزارة الكهرباء، محطة إنتاج الكهرباء الغازية العامة مصرف الرافدين، رواتب منتسبي وزارة الداخلية، قيادة شرطة واسط مصرف الرشيد، وزارة الداخلية، قيادة شرطة بغداد مصرف الرشيد، رواتب منتسبي وزارة الداخلية، وكالة الاستخبارات المصرف الأهلي العراقي، رواتب موظفي وزارة التربية، مديرية تربية ذي قار مصرف الرافدين. تم صرف رواتب مديرية العمل والشؤون الاجتماعية مصرف التي بي آي، رواتب موظفي وزارة التربية، مديرية تربية كربلاء المقدسة مصرف الرافدين، رواتب موظفي وزارة التربية، مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة مصرف الرافدين، رواتب مديرية تربية الناصرية مصرف الرشيد، منتسبي وزارة الداخلية، قيادة شرطة ديالى مصرف الرافدين، موظفي وزارة الصحة، دائرة الصحة ديالى مصرف الرافدين، وزارة الإعمار والإسكان، مباني بغداد، وزارة الإعمار والإسكان، شركة الفاو العامة، ورواتب وزارة الموارد المائية، الري والبزل، الهيئة العامة للمياه الجوفية، الهيئة العامة للمساحة، دائرة المصب العام، مركز دراسات الموارد المائية، رواتب مجلس محافظة بغداد، وزارة العمل مقر الوزارة، رواتب وزارة الصناعة والمعادن، شركة كبريت المشراق، وزارة الداخلية، شرطة بغداد، وزارة الزراعة، مديرية زراعة الأنبار، مديرية ماء بابل، رواتب وزارة الصناعة والمعادن، الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية، رواتب مديرية مجاري نينوى، نفقات ديوان وزارة العمل، رواتب وزارة البيئة، رواتب مديرية مجاري بابل، رواتب وزارة الداخلية، وكالة الاستخبارات، رواتب وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب ورياضة بابل، رواتب مجلس محافظة بابل، وزارة الداخلية، شرطة نينوى، مديرية بلديات ميسان، مديرية ميسان. يوم غد الخميس سيتم صرف رواتب مديرية تربية بابل لمصرف الرافدين، وزارة الكهرباء، شركة إنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية، وزارة الصناعة والمعادن، الشركة العامة للفوسفات، وزارة الكهرباء، شركة توزيع بغداد الكرخ، رواتب مديرية تربية واسط مصرف الرشيد، رواتب موظفي وزارة الداخلية، قيادة شرطة النجف، رواتب مستشفى الفرات النجف مصرف الرافدين، رواتب شرطة الحدود النجف مصرف الرافدين. كذلك تم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية، قيادة قوات حرس الحدود المنطقة السادسة. لهنا ينتهي وقت الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.